وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Okay, please read Quran chapter Yusuf 102 till 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Okay, the meaning of the following vocabulary is أنباء الغيب, The news of unseen. موحي We revealed أجمع when they agreed. حرصت You strive. أجر من أجل من أجل the proof. Okay. Tell us the correlation of these verses and the previous one. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. The correlation between this verse and the previous verse, when Allah tell about Yusuf's story completely, this Allah reveals it as a divine truth of unseen to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Please will explain verse 102 from chapter Yusuf. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala say in this verse, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is the unseen news I reveal to you. This is the story of Yusuf, which is this story is never revealed to the Arabic people at that time. No one in Arab knows this news before the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala to His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah said in another verse, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. And you do not stay with them when they agreed to make a plot, their plan. When they agree their plan and they make a plot, like Yusuf brothers sallallahu alaihi wasallam make a plot to try Yusuf sallallahu alaihi wasallam. And this is the same means with the related nas. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. And they were plot. But Allah subhanahu wa ta'ala said He is the best plan. His plot is the best. Allah said in another verse, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Okay, then this ayah starts, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. That is the unseen information. And the Quran mentioned many things and many unseen informations. What is your position when you listen to this unseen information? As believers, we should believe to every unseen information that Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Messenger sallallahu alaihi wasallam in the Quran. As we believe it as believers, Okay, the next question is, what do you think the salary that given to us when we teaching Al-Quran or we teaching the Islamic matters, Islamic religion? What is the Islamic law about that? The first is to ask for salary is prohibited in Islam. Allah said in another verse, لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. But if someone give us the compensation of the salary, we can take that, but we cannot ask to give the numbers or something. Okay, thank you. And the last, what is the lesson from these verses?
Bismillah. The lesson that we can take in these verses, the first, the unseen is a revelation from Allah Subhanahu wa Taala. It is not from any mankind. Any mankind can teach, but it is from Allah only. The second is the guidance. Guidance is Allah Subhanahu wa Taala, Allah's will, not human effort. The third, the measure of believers is not by numbers, but by sincerity. The fourth, we as believers must continue the prophetic task. It is to convey da'wah, but do not ask for dunya, for salary. Okay, thank you for Wallahu a'lam bishawab. Nuridu al-Islam astata'tu wa tawfiqi illa billah wa tawakkaltu alayhi kulli. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan peserta yang kami banggakan, untuk sementara